السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا. كما كتشوفوا معايا اليوم حضرت اللو او السفلي كيجي رائع. شوفوا معايا الطريقه والمقادير، كيجي معلق ورائع في الشكل. غادي ندوزو للطريقه والمقادير، وقبل ما نبدا الا بيعجبكم ما تنسوني باللايكات والتشجيعات اللي كيفرحوني، وتشوفوا معايا الطريقه والمقادير. غادي ندوزو للطريقه والمقادير. عندي هنا كيلو ديال اللوز اللي خديته ومسحته من الغبره، وعندي كيلو ديال الزنجلال، عندي زريعه الكتان، يلان، كاوكاو مفسخ. انا عندي زنجلال اللي خديته نقيته غسلته ونقيته ونشفته. هنا عندي كاكاو، خديت كاوكاو اللي مفسخ، زريعه الكتان، يلان، كلشي منقيين، حبه حلاوه والنافع. غادي نصهدهم وغادي نطحنهم. كلشي المقادير. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق الكامل، وعندي هنا دقيق الفرص. نتوما كيبقى لكم الاختيار، ديروا هذاك الشوفان او ايلان، نتوما كيبقى لكم الاختيار. غادي ندوز هاد المقادير كلهم، غادي نحمرهم. غادي ناخذ اللوز وغادي ندهنوه بالزيت وغادي ندخل الفران حتى كيتحمر. الزنجلال غادي نديرو في الكوكوت، الا درناه في الفران راه كيتسر لينا. الكوكوت كتسهل علينا الطريقه. غادي ندير ليه شويه ديال الزيت ونخليه يتحمر في الكوكوت، وندوز اللوز. انا مقابله الزنجلال كنحمرو، ومقابله اللوز كنحمرو دايره في الطاوه ديال الفران وكندخلو كيتحمر. هنا ملي كديروا الزنجلال في الكوكوت كتبقاو تحركوا فيه بالضرب دغيا كيتحمر لينا بكل سهوله. صافي غادي ندير اللوز في الطاوه وغادي ندهنو بالزيت، واحد الملعقه ديال الزيت، ودغيا كيتحمر لينا، كيجي مقرمل احسن ما ديرو في الكوكوت. صافي غادي ندهنو بالزيت قياس معلقه صغيره، وغادي ندخلو الفران يكون سخون. حضو معاه باش ما يتحرق لكم. صافي غادي نمشي مع الطريقه حتى كنكمل كلشي المكونات نحمرهم وغادي نرجع معكم. طريقه سهله. الدقيق غادي نحمرو توا في الكوكوت، يلان، كاوكاو غادي نديرو في الفران، غندهنو بالزيت وغادي نحمرو في الفران. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل وانا معكم. بعد ما طحنت المكونات حتى كيرجعوا يكونوا غبره، اللوز حتى كيخينا الزيت، ملي كطحنوا كتزيدوا شويه ديال الزيت وكيضحن لكم تيعود كيرجع بحال الزيت. الدقيق حتى هو حمرته، كاوكاو. انا خديت اللوز وهرمشته للتزيين مع الزنجلال حتى هو محمر. غادي نديرو للتزيين، وغادي ناخذ كاس ديال زيت الزيتون. ما غاديش ندير انا الزبده، عندنا دينا مسكه حره دقيتها مع شويه ديال السكر. اللوز مهرمش والزنجلال هادو غادي نخليهم للتزيين. ملي غادي نخلط المكونات غادي نزيد عليهم داك اللوز مع الزنجلال المحمرين. انا غادي ندير كل المكونات في العجانه تسهل عليا الطريقه، دغيا كنتخلط لينا المكونات. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنخلط كل شيء. المكونات اللي شفتوا معايا غادي ندير الدقيق، انا غادي نديرها بشويه بشويه حتى كنكمل المقادير. ما غاديش ندير له كل شيء، غندير كميه تتكمل ليا غادي نزيد الاخرى، وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نزيد عليه داك الزنجلال المطحون، وغادي نزيد اللوز، زريعه الكتان مع اللان والدقيق.
صافي وغنجمعهم داك الكاس ديال الزيت حتى كيتخلط ليا السلو ديالي. هنا زريعت الكتان خديتها طيه وطحنتها. حبة حلاوه مع النافع. انا ندير كميه تتكمل ليا، غير ندير كميه اخرى، ما كندير ليه كلشي المكونات. تقدروا ديروا الزبده، كيبقى لكم الاختيار. هنا اللوز بعد ما طحنتو كيرجع، ملي كطحنوا كتبقاو تزيدوا ليه الزيت حتى كيضحر لكم بكل سهوله. درت ليه واحد نص كاس ديال الزيت مع اللوز والزنجلان ترجع ليا كيرجع مطحون مزيان. وغنزيد داك اللوز المهرمش، الزنجلان حتى هو قدرتو حتى هو حمرتو خليتو للتزيين ما طحنتوش. هنا كاوكاو كنبقى نطحن فيه حتى كيرجع لينا كل هو زيت. وهنا عندي سكر كلاصي، تقدروا ديروا العسل او اللي متوفر لكم، ما غاديش نكتر على الحلاوه. وغادي نزيد ديك المسكه الحوره اللي خديتها وطحنتها مع السكر. وغادي نزيد واحد الملعقه ديال العسل. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، اللي بغاها بالسوس او اللي ما بغاها، كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي ندير كلشي في الخلاط حتى كيتخلط. انا غادي ندير كلشي في العجانات، سهل عليا الطريقه بلا ما نبقى نعجن فيه وندلك. هنا كتسهل علينا الخدمه. غادي نزيد شويه ديال الملحه، صافي غادي نستمر حتى كنخلط كلشي المكونات وارجع معكم. طريقه سهله وواضحه. هذا هو الشكل ديالو بعد ما درتو في الطبسيل ديال القديم. زينته بشويه ديال اللوز، والتزيين كيبقى دائما اختياري. خديت هذا المول ديال السيليكون ودرت فيه سلو ديالي وقدمته بهذه الطريقه. كيجي معلك غير بنص كاس ديال الزيت وكيجي معلك. وكنتمنى سلو او السفوف يعجبكم. دائما ما يخطانا في التبصيل في المائده ديال رمضان. وكنتمنى رمضان يدخل علينا بالصحه والهنا وطول العمر يا ربي، وأواشركم مبروكه. ودائما لا عجبكم ما تنسوني من اللايكات والتشجيعات اللي كيفرحوني باش توصلوا بكل جديد.